حابب أتوجه بالتهنئة الكبيرة لإخواننا في المملكة العربية السعودية على فوز المملكة العربية السعودية النهارده. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم لعام 2034. هتبقى مقامة على 14 استاد من أحسن الاستادات، هتكون أحسن تنظيم. السعودية بتقول إن هتكون ده تنظيم أسطوري أحسن من تنظيم قطر 2022. لا، هتكون دي احسن منها وهتعمل نسخه عاليه جدا متطوره. بنتوجه بالشكر الكبير والتهنئه الكبيره للمملكه العربيه السعوديه اللي فعلا تقدمت في كل المجالات العلميه والثقافيه والادبيه والفنون والرياضه، كل المجالات ما شاء الله. السعوديه كان المفروض دي الطفره دي من زمان جدا جدا جدا، من ايام الملوك اللي تعهدوا عليها، لكن هي بنقول ان احنا يعني كان فيها شويه تزمت، والحمد لله التزمت ده خلص. وهي برضو ما زالت خادم الحرمين الشريفين، وهي تحتضن الحرم المكي والحرم النبوي. واللي يقول لك السعوديه دوله اسلاميه ومش عارف المفروض ما يعملش فيها كده، هي مؤاخذه هدوا الحرم المكي ولا هدوا الحرم المدني ولا فرضوا ولا منعوا الحج ولا منعوا العمره؟ ما يعني نتكلم بقى، دوله عاوزه تتقدم، ما تسيبوا الناس تتقدم، ما تسيبوا الناس تطور، ما تسيبوا الناس تخلي شعبها يفرح بتقدمهم ويفرحوا ان هم عندهم حضاره، يعني بقى حضاره بجد وفي كل المجالات. بجد بتوجه بالتهنئه لسمو الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للمملكه العربيه السعوديه خادم الحرمين الشريفين، والامير محمد بن سلمان ولي العهد اللي السعوديه طورت على ايده، وكمان المستشار تركي آل الشيخ. الراجل ده ما شاء الله خلى السعوديه يعني مخ في الرياضه في الفنون، وبيحبنا وبنحبه، واحنا يعني السعوديين دول اخواتنا وحبايبنا بجد. يعني احنا في تخاوه بينا، يعني احنا كلنا فرحانين بجد. مصر كانت تقدم معاها، لكن للاسف ملفنا برضو ان احنا كانت مصر والسعوديه ما فيش عندنا ملاعب، ما فيش عندنا حاجه، ما فيش عندنا، مش عايز اتكلم ونقول الحمد لله السعوديه عملت في الفنون ما شاء الله. شوفوا عامله ايه دلوقتي، وماشي موسم الرياض واستوديوهات هيعملوا فيها احلى افلام واحلى برامج ومسلسلات وانتاج. للاسف عندنا مدينه الانتاج الاعلامي بقت خرابه، بقت خرابه. مدينه الانتاج الاعلامي اللي كنا بنتابعها نقول عندنا مدينه الانتاج الاعلامي، والله العظيم بقت قطعه خرابه خلاص مهلهله. يعني احنا اللي ام الحضاره وام الفنون مش الحمد لله. هؤلاء حكام المملكه العربيه السعوديه بيسهروا على راحه شعبهم، ما بيناموش عشان يسعدوا شعبهم، بيحاولوا يرفعوا اي معاناه بتيجي على شعبهم، ما بيحاولوا يعني يبهروا شعبهم. يا ريت احنا كمان يعني مسؤولينا ابهروا شعبكم. كفايه القهر اللي انتم عايشيننا فيه، كفايه التعب اللي عايشيننا فيه، كفايه غلاء المعيشه اللي احنا عايشين فيها، كفايه اللي كل يوم بنفكر هنعمل ايه ونجيب ايه، واحنا اهو ما كملناش 10 ولا مرتباتنا خلصت ولا معانا فلوس ونقول الحمد لله. لكن دول ما عايشين شعبهم في احسن رخاء، ما عمرهم ما زودوا الاسعار على شعبهم بالطريقه دي. النت ان اشحن كارت ب 100 يجي لي 60 جنيه موبايل، ليه؟ مين اللي قال كده؟ والنت ادفع له 240 جنيه عشان ادخل 140 جيجا؟ حرام حرام يعني. وبغير النت والخضار واللحمه والفراخ والاكل واللبس وكل حاجه غاليه غاليه غاليه، وعمالين تاخدوا مننا ونقول الحمد لله الحمد لله عشان خاطر مصر، وتحيا مصر تحيا مصر. شوفوا السعوديه بتعمل ايه، عندها تقول عندها بترول، لا عندها بترول، لا احنا عندنا كمان بترول وعندنا خير. ده احنا عندنا قناه السويس دي منجم، وعندنا مناجم الذهب. ده قناه السويس دي بتاعتنا ملومه، فين فلوسها؟ فين مناجم الذهب؟ فين الخير اللي عندنا؟ فين الرياضه باظت، واحنا انتخبنا تاني اسمه ده مش عايز اقول اسمه وانتخبنا تاني، واحنا عارفين انه 2019 وفساد وطالع فضيحه وفساد. كاس العالم 2010 طلعنا برضه بفضيحه وفساد. 2019 لما اقلوه بفضيحه وفساد بالاتحاد كله. ايام كاس العالم كان في 2019 كاس افريقيا، ورحنا كاس العالم واتفضحنا في كل حته من 2018، ورحنا انتخبناه تاني عشان نبوظ منظومه الكوره والاعلام
وثقافه ولا عندنا تعليم. ليه يا حكام مصر بتعملوا كده في مصر؟ بس هنفضل معاكم عشان احنا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر. بس ابوس ايديكم وما تزعلوش مني، خلي بالكم من مصر وخلي بالكم من الشعب المصري. والله احنا شعب غلابه، والله غلابه قوي. ومبروك للسعوديه وتفوقها في كاس العالم 2034 وتنظيمها كاس العالم 2034، ومبروك ليها كل حاجه حلوه بتعملها لشعبها وتسعد شعبها. وشكرا ليكم وتحياتي ليكم، والف الف مبروك لاخواننا السعوديين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.